كان عندنا ممثل اسمه حسن حسني I think كان بيطلع في كل حاجة في كل حاجة. ومورجان فريمان في الخواجاتي اللي هو دايما موجودين. ودلوقتي بيومي فؤاد بالظبط. أيوة صح. دايما موجود حضرتك، أنا موجود. you make a very valid point. هو عشان نقول الإيجابيات he's a hard working person. هو مجتهد مم. وبيبذل مجهود. أعزائي ال56 متابع، جايب لكم مفاجأة. أنا غرباوي هنا، أوكي؟ البودكاست ده لل56 متابع، hopefully يبقى 57 58، يمكن نوصل ل100 إن شاء الله. باحكي لكم بسرعة أوي الحكاية ابتدت إزاي. أنا كنت عملت لكم ريل على القناة وأقول لكم ابتدت إزاي. كان غرباوي جايب لي عربية كنت باعمل لها ريفيو، قعدنا نتكلم، لقيت إن هو فورمولا 1 ب56 متابع أو مش 7، ده يعني ممكن يقوم سيستم لوحده. وغرباوي سيم ريسر ودايس جامد جدا في فورمولا 1. فإحنا الاتنين قلنا سوا طب واي نوت ميك ا بودكاست لفورمولا 1 سبيسيفيكلي ورياضة العربيات عامة، يعني إحنا مفتوحين وبس. البودكاست اسمه إيه بقى؟ احكي لنا يا غرباوي، احكي لنا عن نفسك شوية كده بسرعة عشان الكونكشن عندنا مش ستيبل قوي يا جماعة، إحنا لسه بنجرب. هلو يا جماعة، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ انا في عالم الفورمولا 1 بقالي مثلا 10 سنين او حاجة. رحت كذا سباق لايف وفي عالم السيم ريسنج برضه. فلما اتكلمت مع ماجد لقيت انه الكونفرسيشن ممكن توصل كذا ساعة واحنا قاعدين بنتكلم، فقلنا طب واي نوت ان احنا نخلي الكونفرسيشن دي مع بعض ومعاكم وتبقوا انتوا بارت اوف ذا كونفرسيشن دي، ونعمل كوميونتي لذيذة. يبقى في بودكاست بقى كل ريس ويكند نعمل بعديها ابيزود ندسكاس السباق، ندسكاس الحاجات اللي حصلت، الاستراتيجي، الاخبار، اي حاجة وكل حاجة يعني. والبودكاست هيكون اسمها السليب ستريم بما ان احنا هنتريم الابيزودز، وفي نفس الوقت هي السليب ستريم بتاعه الموتور ريسنج عامه. وبس النهارده فكرنا ان احنا نعمل انترودكشن فيديو بس نعرفكم على القناه، وممكن ندسكاس حاجه صغيره كده بما ان الكنديان جراند بري جاي الويكند الجاي، فممكن احنا نتكلم على احنا شايفين ايه اللي هيحصل. طيب أقول لكم معلومة برضو سريعة. دلوقتي البودكاست ده الحلقة دي هتتذاع عندي وهتتذاع على السليب ستريم. لما تشوفوها عندي عايزكم بليز تعملوا لي الخدمة ان انتوا تروحوا تشتركوا في السليب ستريم عشان عايزين نكسر ال1000 متابع، مش عارف ازاي وبس. فبليز اللي انترستد في كل السباقات وعالم السباق وفورمولا 1 ان جنرال او ان سبيسيفيك تابعونا على القناة السليب ستريم. خلاص هينزل الفيديو ده عندي وهينزل ان كولابريشن مع الاثنين. يلا بينا، قولي عايز تتكلم في ايه؟ عايز تتخانق في ايه النهارده؟ نتخانق في ايه النهارده؟ دلوقتي احنا داخلين على الكنديان جراند بري، انتونيلي سابق راسل ب 20 نقطة. يعني مرسيدس ما فيش حد قادر يوقفهم. فتعالى نتكلم، انت شايف راسل هو اللي هيكسب ولا انتونيلي هو اللي هيكسب؟ مش بس الكنديان جراند بري، بس الشامبيون شيب، لانه في الاغلب حد فيهم هو اللي هيكسب. ده رهان كبير. انا بص، انا ما اقدرش استبعد ماكلارن ولا اقدر استبعد شويه ريد بول، بس يمكن ماكلارن ما استبعدهمش قوي. اوكي، هم بيقولوا ان مرسيدس جايبين ابجريدز كبيره للجراند بري الكندي. هم ما عملوش اي ابجريدز في اللي فات في ميامي، وكانوا لسه برضه البيس بتاعهم جامد جدا. ومع بالباورز. ذلك ايوه كسبوا السباق بدوميننس. ماكلارن قربوا مم. شويه، بس ماكلارن كانوا عاملين مثلا 8 ابجريدز ومع ذلك مم. برضه ما كسبوش. يعني going into the Miami Grand Prix قايل لك انه فيراري the most upgrades، بس طبعا احنا عارفين الابجريدز بتاعت فيراري مش دايما بتبقى ناجحه قوي للاسف. واحد حط مثلا حته سباجيتي جوه الموتور عادي، يعني طلاينه عادي مخهم في السربنتينه، او قال لك حط اسبريسو مع الفيول، ما تفهمش يعني. ف the most upgrades were فيراري، يليهم I think ريد بول، يليهم ماكلارن، يعني that was more or less. ومرسيدس زيرو upgrades. فتوتو وولف قال لك طب مش انتوا شفتوا كده؟ طب استنوا عليا بقى. توتو وولف مدكن لهم بقاله 5 سيزونز تقريبا، وقال لك تعالوا اوريكم ايه اللي هيحصل في كندا. هنشوف. بس ان يو ثينك انها اتس سو بتوين انتونيلي اند راسل، مفيش ماكلارن، مفيش ماكس، مفيش فيراري لكلير. يعني عمرك ما تقدر تستبعد فيرستابن بالذات. يعني ماكلارن لو جابوا عربيه كويسه ممكن ينافسوا، لو ما جابوش عربيه كويسه هتلاقيهم دايما ورا مرسيدس. فيرستابن حتى لو مش معاهم عربيه كويسه ممكن ينافس، بس هينافس على سباق سباقين ثلاثه، عمره ما هينافس على الشامبيون شيب للاسف. يعني مع ان لا انا بحبه جدا صح. ويعني هو الفيفوريت، بس للاسف. ودي نقطة يا جماعة اللي أصلا جمعتنا على البودكاست. اوكي بص، I totally agree. للأسف Verstappen could be magnificent in a race. هو قدراته يطلع he squeezes something out of the car. التنس بتاعه هو اللي بيخليه ماكس فيرستابن، يعني his driving skills ما فيش شك. هو definitely أقرب. طب مين تاني أقرب واحد لفيرستابن في رأيك لو equal car؟ في رايي في ايكوال كارز لوكلير. بالنسبه هاي لي فايف. لوكلير، هاي فايف. ولكن هاي فايف يا غرباوي، لأن احنا مع بعض جوه الجون. فيرتشوال هاي فايف.
ايه ده برافو، لا ده لا في لا chemistry ده انا الchemistry دي حبي ليك ما زاد الواحد قوي. ما بيتفقش عليها. لأ Leclerc كdriving skills ولكن mentally Verstappen أقوى من Leclerc، فلو هُم الاتنين بكتير. equal cars أنا still شايف إنه Verstappen هيكسب لمجرد إن هو هيعمل الحاجات اللي Leclerc مش هيعملها عشان يكسب. يس يس ومنتلي هي از ماتش سترونجر. انت جبت من الاخر، يو سامد ات اب بالضبط. بالظبط. ليكلير هاز بيور تالنت، بس فيرستابن بالضبط. عنده الدرايف اللي لا ينكسر. يا الkiller وي instinct. سي اي تو اي. هقول لك هم طابخينها مع بعض ومتفقين، لا بجد وحياة عيالي يا جماعه مش لا طابخين اي حاجه، والله ده كله خالص يا كلام جماعة. لايف. طيب طيب اوكي، راسل والّا أنتونيلي؟ انا رايي مين يكسب؟ انتونيلي فور شور. for sure. لو هي مرسيدس انتونيلي اه. بس أنا هاقول لك رأيي في الموضوع ده، أنا أنتونيلي on pure pace يكسب، أنتونيلي سواق أسرع من راسل، ده ما فيهوش شك، والسيزون ده أنتونيلي السواق الوحيد اللي على الpodium كل سباق من أول السيزون، ولكن هو عنده 19 سنة، ما عندوش الexperience الكافية إن هو يعرف يتعامل مع الpressure بتاع إن هو أنا هاكون بطل عالم، أنا ده وجهة نظري، ووجهة نظري إن هو لحد مثلًا نُص السيزون هتلاقيه هو المهيمن على الchampionship وهو الleading، مم. بس لما the stress of the يمكن points. ده وجهة نظري. اوكي اوكي. لمّا يوصل للموضوع إن هو يبتدي يبقى حقيقي اللي هو إيه ده أنا هاكسب، ممكن نشوفه شوية بيcrack under pressure وراسل يبقى برضه اللي هو experienced راسل بقى له كتير أوي في فورمولا 1 وحاجة تانية برضه إنه راسل كسب في كندا السنة اللي فاتت وهو عربيتهم ما كانتش يعني أحسن عربية خالص، فهو راسل بيحب كندا، فهو ممكن يكسب في كندا ويبقى ده شوية يرجع للفورم ويرجع ياخد momentum تاني بس ويبتدي بس يقرب لأنتونيلي. صح صح. بص انا I understand اللي انت بتقوله، اللي هو the pressure of being a potential WDC World Drivers بالضبط. Champion ممكن يخليه، لان ده بيحصل فعلا للجداد وبنشوفها في كل عالم الرياضه. مثلا تنس، if you watch tennis، لما يبقى واحد صغير مثلا زي بوريس بيكر، او لما طلع، او اي حد very young talent زي الكراز او سينر، they cannot handle ان هو مثلا وصل لفاينل ويمبلدون. it's very heavy، فممكن يخسر just because of the stress of reaching the final. بالضبط. وانا فاهم دي، انا appreciate it، وانا يعني it's well thought of منك. بس انا شايف ان this is not his rookie season يعني. وتوتو وولف منه. توتو وولف ده بيلعب دور تربوي جامد جدا. بكلمك ده جد، بيلعب حقيقي دور. دور الأب الروحي. بالظبط، بيلعب دور الاب الراحي. هو بيحب انتونيلي باي نيتشر، فهو بينهم جود كيمستري. وهو انتونيلي هيز كل مره بيكسب هيز نوت تيكن باي المكسب. فاهم قصدي ايه؟ ما بيتاخدش، صح. ما بيتمرعش، ما هيز ايجو doesn't جو اب. ففيها بحس ان هو ايه ده، يا برافو عليه، سو بتاع كذا مره ان هو ماتيور جدا بالنسبه لسنه. يعني هو عنده شخصيته ناضجه نضوج مش مناسب لسنه، ودي فعلا حاجه تفضلنا. طلع وانا نزلت هو 19 سنه يعني. اوكي اي سي بالضبط. ذس بوينت، بس اي سي كمان انه ممكن راسل يجي له احباط زياده، يقلب بايه اللي هو يعني يلا راح. يتقمص. يت... وإنه راسل شخصيته ويكمل في جدًا إن هو الارصاد بس. يتقمص. ويكمل في الارصاد. انت عارف هو تخصص ارصاد، بيقول لك there is a bit of صح. rain on صح. this corner. في هوا هنا جه في لا مؤاخذه في المؤخره بتاعتي، بردني شويه. هو غاوي ارصاد الراجل، ما تفهمش ليه. كل يقول لك آه. في هنا شويه خليه يكمل في الارصاد. هو يعني عشان بس ما بقاش انا بايس بزياده، بس البايس بتاعي ليه نوع من الفاونديشن. راسل was one of the people who forced his way into Formula 1. يعني هو دخوله عالم فورمولا 1 كان بالاجبار. تنالي اوكي اذا عنده رالي تيم، او اي ثينك كان عنده رالي تيم وهو they're all into racing. بس انتونيلي داخلها كده على ماكس فيرستابن خالص في بداياته. ده حقيقي. صح. ده حقيقي. راسل ده تحس ان هو حقيقي إن دخلها هو بلطجه. داخل حاسبه بقى، انا ابويا غني وهيدخلني غصب عنكم كده. بس ما يمنعش إن هو he earned space يعني هو لمّا كان في ويليامز قبل ما يروح مرسيدس كان على طول بيعمل حاجات ما تعملش في الويليامز ويدخّل العربية Q2 وهُم كانوا عربية بيخلّصوا season with 0 point لا لا فكان طبعا فور بيعمل شور مش حاجات وسموه بالساهل دي. Mr. لا Saturday وقتها. يس لا I'm not مش ويا جماعة بستاهل أنا وبينفع. ده مش من حُبّي ده مش من حُبّي في راسل، أنا راسل ما باطيقوش ولكن ما يمنعش إن هو سواق كويس. طب أنت متخيل إيه؟ يعني okay now that we know our points، أنا واخدها purely on talent، وأنت واخدها حتّة من هنا وحتّة من هنا. إيه رأيك في الآخر؟ في الآخر لو ما شُفناش تقدُّمات من فرق تانية، أنا شايف إنه للأسف جورج راسل هيكسب الchampionship لا يا شيخ، لا، 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 ضايقتني جدًا. لإن وت هو طب he's very consistent ودايمًا موجود في الtop حتى لو مش بيكسب، حتى كان في meme مشهور أوي السنة اللي فاتت على جورج راسل بعد كل سباق
بيجيبوا الصورة اللي هي بتاعة وودي، اللي هو عشان هو شبه وودي بتاع توي ستوري، يا وعلى أساس لابس الrace suit بتاع مرسيدس وكاتبين does nothing P3. فهو بالضبط كده، هو ما بيعملش حاجة مميزة في السباق، ما بيعملش حاجة standing out، بس هو على طول في دايما الtop، على موجود. طول موجود اه على الpodium، على طول موجود. زي ف مين من الممثلين، كان عندنا ممثل اسمه حسن حسني اي ثينك، كان بيطلع في كل حاجه في كل حاجة. ومورجان فريمان في الخواجاتي، اللي هو دايما موجودين. ودلوقتي بيومي فؤاد، بالضبط. أيوة صح. دايما موجود حضرتك، انا موجود. you make a very valid point. هو عشان نقول الايجابيات he's a hard working person، هو مجتهد إمم، وبيبذل مجهود، وفرصه كانت احسن بكتير لما كان مع لويس هامilton believe it or not، لان لويس هامilton ممكن نقول الكارير بتاعه في بيخسف، يعني في اكليبس للكارير بتاعه، في خسوف للكارير، ده رايي. إمم. هو ف يعني لويس هامilton ممكن نعمل له حلقة تانية لوحده خالص، ايوه ده بس إحنا يستحق we agree حلقه. إن هو في آخر كاريره، يعني بغض Yes, النظر عن yes, مستواه، هو في yes, آخر كاريره. yes. في آخر الكارير. فهو he was in a better place، بيوري توتو وولف بص على ال7 time champion بتاعك وبص عليا أنا بنفس الهاردوير وبص الفرق. فطبعا he was stressing بالضبط. out لويس تماما، لكن إمم، جاله the hot shot الطلياني اللي يعني علاقته كمان بتوتو أحسن بعلاقة لويس مع توتو، يعني بالضبط. هو حظه من وجهة نظره هو، لا هو تعيس الحظ طبعا بأنتونيلي. لو أنتونيلي كسب الchampionship، شايف راسل مكمّل في مرسيدس؟ That's so tough. بس هي أصلها أنت بتسأل سؤال معقرب جدًا، لأنه مش بس هابُص على مرسيدس، هابُص بقى على بقية الفرق. يعني لو مثلًا فيرستابن الpower train جابت زيت، أو يعني كل الsetup بتاع Red Bull، فيرستابن will also إمم، be shopping for a place، وفيرستابن أي أكيد. حد هيدّي له كرسي في أي حتة هياخد أولوية. كنت في الأول فيرستابن ينقي طبعًا كنت في الأول بادوّر باقول أستون مارتن، فيرستابن eventually، بس واضح إن Adrian Newey حَط عشان لهم كرسي هوندا وإدريان نيوي. كرسي في الكلوب. لعلمك أنا ده بيتهيأ لي يعني إن Adrian Newey شال دور هو مش قدّه، كبير شوية عليه، يعني it's صح، هو complicated. technical دي حلقة وهو تانية. top. دي حلقة تانية. إحنا يا جماعة بنفتح لكم الحلقات كلّها، شوفوا كمية الحلقات اللي ممكن تتفتح، والصراع ما بين يعني غرباوي this is going to be very interesting لينا، مش عارف بقى رأي الناس. أيوه، آه، وباي ذا واي يعني مش هتقتصر بس على فورمولا 1، يعني بصوا تأثير The Max Verstappen Effect على النيربرينج، ال 24 hours of the Nürburgring اللي هو بكره، احنا وقت تسجيل الفيديو آه. ده السبت، وانا في بيت اهلي يا جماعه، بقول لكم بصراحه، وبقى بصراحه ده السرير بتاعي الاصلي، واخدين بالكم؟ بس انا قاعد بطريقه ما يبانش ان هو السرير. المره الجايه السيت اب هيبقى احسن شويه، يا بالله هيبقى من الحمام. فمش بس فورمولا 1، يعني ماكس فيرستابن راح النيربرينج، بيقول لك النيربرينج was sold out لاول مره في تاريخه، يعني الجو مطر او تلج والناس كلها مقفله المكان عشان ماكس فيرستابن ريسنج. واخر حاجه شفناها هي كواليفايد بي 4 للستارتنج ريس، بي 4. فتخيلوا if he makes it، هيبقى واحد زي واحد تاني فقط بس بحترمه جدا الفورمولا 1، نيكي لاودا. يعني هو يبقى ونيكي لاودا في حته واحده، يبقى بيقفلوا المنهج يا جماعه، ده كده بيقفل. يعني واخد كل حته من المنهج وبيقفلها. فممكن we can also cover a bit of the Nürburgring باعتبار it's also very interesting. I think كده اوكي للاول ليهم ل 56 متابع، مش هنكبس على انفاسكم قوي. خلاص، وهنشوفكم. ونشوفكم يوم يس الإتنين جاي بعد الCanadian Grand Prix إن شاء الله. يس هيبقى في تحليل كامل ومفصل ومتحيز. لا مش متحيز، هو واضح على فكره، غرباوي واضح ان هو بني ادم نظرته ممكن تكون اهدى ولوجيكال اكتر، فممكن هو يبقى صوت العقل وانا صوت القلب النابض وخلاص. لا هنشوف غرباوي. it's always a privilege to chat with you في فورمولا 1، باعتبار ان عدد قليل جدا في مصر بيتابع فورمولا 1. ان شاء الله نزيد، وان شاء الله بليز تابعونا على القناه الجديده السليب ستريم، وزي ما قلنا الفيديو ده نازل كولابوريشن على القناتين، عشان احنا بنشجعكم ان انتوا تعملوا سبسكرايب على القناه الثانيه عشان نكسر ال1000 متابع هوبفلي، وهنغطي لكم الرياضات كلها بتاعه العربيات ان شاء الله. سلام.